وانتهى الشوط الأول ما بين النصر والعين في دوري أبطال آسيا دور ربع النهائي. ايوه الشوط الاول، لان لسه في شوط تاني على ملعب النصر في الرياض. فيا جماعه احنا لسه المباراه ما انتهتش، لسه في شوط تاني، وان شاء الله رب العالمين النصر قادر ان هو يرجع عادي. اعتبر نفسك خسران شوط اول 1-0 وبتعمل ريمونتادا في الشوط التاني، بتتعادل وبتكسب، وباذن الله رب العالمين النصر يكسب ويصعد لدور نصف النهائي. فانا مش عايز النهارده جماهير النصر تيأس ولا تعتبر ان المباراه انتهت، لان المباراه لسه فيها كتير جدا هنا في الرياض. اي نعم طرد لابورت النهارده هيبقى مؤثر جدا علينا، لكن مفيش مشكله. رجاله النصر الموجودين باذن الله رب العالمين هيعملوا مباراه قويه، وباذن الله انا عندي تفاؤل كبير جدا 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 ان النصر هيصعد لدور نصف النهائي، وباذن الله منه للنهائي، وباذن الله رب العالمين كاس دوري ابطال اسيا في دولاب النصر زي ما احنا قلنا من بدايه فيديوهاتنا باذن الله رب العالمين. اتمنى من اللاعبين يتعلموا من اخطاء المباراه اللي فاتت وما تتكررش المباراه الجايه. المباراه الجايه ما ينفعش فيها اخطاء، المباراه الجايه لازم نستغل كل الفرص لتسجيل الاهداف. النهارده ضيعنا فرص كتير، فرصه لكريستيانو رونالدو كانت المفروض تبقى جون، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين على اللي حصل في المباراه. عندنا غيابات كتير، عندنا سلطان الغنام غايب، عندنا كمان النهارده الباك ليفت اتصاب، ربنا يستر على فريق النصر من الاصابات دي كلها. لكن باذن الله رب العالمين النصر بمن حضر، والمقوله دي مش هتخيب ان شاء الله. المباراه الجايه هتبقى على ملعب الاول بارك وسط جمهور النصر، عايزين دعم كبير من الجمهور، وان شاء الله رب العالمين النصر هيصعد لدور نصف النهائي. فهارد لك لجمهور النصر النهارده، هارد لك العالمي، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات الجايه، وان شاء الله نستناكم في مباراه العوده، وان شاء الله التاهل يكون على ايدين رجاله النصر. شكرا لكم، سلام.